السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أعزائي. اليوم كلامنا عن الدانة بنت الخير والكرم والجود، الحشيمة راعية المعاني والمذاهب، اللي هي أمي وأختي وزوجتي وبنتي ويارتي. تسمحين لي اليوم أفتح معاك صفحة عتب أخ محب وغيور لا أكثر. ليش يا بنت العز تساهلتي في لبسك؟ ليش تنازلتي عن حشمتك ووقارك وحياتك وأرقى مبادئك؟ العباء صارت كل يوم موديل، خسروها ولونوها وبهرجوها وبهدلوها، فوق هذا كله قصروها. ما نعرف هل هي عباء ولا فستان، لكن اللي نحن متأكدين منه ان اللي قاموا بهالتغييرات نسوا ان العباء لستر الزينة مبلغ إظهارها. كيف تساهلتي في الشيلة؟ مرة على الراس ومرة على الكتف، والخوف من انك باكر تركنينها ما تبينها. نموذج صرنا نشوفها في كل مكان، عباءة مفتوحة من النص، من تمشي البنت ظهر بطلونها الضيق يبين تفاصيل جسمها، فايح من بين الناس عطرها مع حفلة المكياج. هالحركات، هالمبالغة والكشخة اللي ما لها تفسير سليم خلت عيون الغير تحل عليهن، على بناتنا. بس الله يهديكن بعضكن ما يفرق بين الدوام والمول والجامعات والعيادات والعزايم والأعراس، يتحسبونهم كلهم أعراس. وانتي بعد يا الوالدة يا الغالية، ترى مهما كبروا العيال يتمون في عيونك صغار، يحتاجون لنصايحك اللي تدخل قلب وتلين الراس اليابس. والبنات بالذات احنا الريايل صعب نملك مفاتيحهم، بس انتي تملكينها، وهني يكون دورك في انك تحثينهن على الحفاظ على انفسهن. وما يحتاج نذكرك ان البنات في عيون الناس انعكاس لتربيتك، وان شافوا على البنت شيء اول شيء بيقولونه وين اهلها، وما نرضى حد يذكرك بشين يوم من الايام ويضيع تعب سنينك بكلمة اساء الظن فيها. طيب خلونا نرجع شوي لكلمة احنا ريايل. صح احنا ما نملك كل مفاتيح البنات، لكن بعضنا يملك مفتاح واحد على الاقل، وهو مفتاح صون الرعية والحفاظ عليها. عرفت نفسك؟ أيوة، أنت اللي تسابق الوقت والساعات، وتحمل معك محبة ومودة وأشواق، توصل وتمد الكف بزهار، وتوصل لكف اللي تبيك وتبيها. تمضون ويمضي الوقت ساعة لحظات، وتقطف هواها وهي ترتشف من حنينك. لحظة غلا، لحظة صبا، ومرات تنسى معاها العمر وتنسى سنينك. وتنسى انك في أول الوقت هيمان، وان العواذ الحاسدينك عليها. بيت القصيد هو اللي تسويه مع زوجتك هو الصح، عين الصواب، وهذا لازم كل زوج يقدمه لزوجته. لكن هل انت ملاحظ اللي صاير؟ هل انت ملاحظ ان عرضك مكشوف؟ صحيح العالم صار قرية صغيرة، والثقافات تعددت وتنوعت وتقاربت وتسللت لبيوتنا من الشرق والغرب، وصلنا اليوم لمرحلة نستقبل فيها كل إضافة من باب إنها جزء مهم من التواصل والتقارب مع أفراد المجتمعات الثانية. بس نسينا إن هاي ثقافتهم مو بثقافتنا، وإن كانت تصلح لهم ترى مو بشرط كل شيء فيها يصلح لنا. يمكن الصورة مو بواضحة عندك أو الرؤية يتخللها ضباب. ترى نحن ما ندعو للتخلف ولا التراجع ولا الاعتزال ولا حتى رفض الثقافات أو رفض الانسجام، بس نبغي وياك نضبط الميزان، لأننا من شعب له تقاليد وعادات وله هوية عريقة جوهرها دين الإسلام والاعتدال، ولازم نفهم كل جديد وناخذ منه المكيال الثمين اللي يزيد من رونق وجمال هويتنا. هني نختم صفحتنا وتذكر يا دانتنا، العين تهوى المغطاي وتعاف شي دومه مكشوف.